التكييف السبلات او الحائطي بعد ما بنركبه بنحس ان هو بوظ الديكور بتاع الغرفة او مش لايق مع التصميم. طيب عشان نحل المشكلة دي لازم نراعي من الاول مكان التكييف وندخله في تصميم الأوضة بأفكار سهلة وبسيطة تحافظ على التصميم والديكور اللي احنا عاملينه، وفي نفس الوقت ما تبوظش وظيفة التكييف او حركة الهواء اللي خارجة منه.